السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. النهارده إن شاء الله هنبدأ بقى نخش شوية في الموديلنج ونعرف شوية تفاصيل صغيرة كده. أولا أنا معايا الكيوب ده زي ما هو. خليني أدخل على الإيديت مود، دوست على حرف التاب وأنا عايز بقى أبدأ أشكل في الأوبجكت ده. ولكن لو جيت أمسك مثلا الفيس ده كده بالشكل ده، مثلا قلت له حرف، دوست على الجي، بعد كده واي، هاخده كله، يعني هاخد ده كله. طب انا عايز اخد حته منه. ما ينفعش ان انت تشتغل على حته من الفيس، لازم الفيس تشتغل عليه زي ما هو كله. فانت محتاج اكتر من فيس، فعايز تقسمه. فخليني ادوس على حرف الاي كده، سيلكت اول، رايت كليك، واقول له سب ديفايد. سب ديفايد يعني اقسمهم، اقسم دول على اتنين، كل واحد تقسمه على اتنين. لما اقول له سب ديفايد، بص هو عمل لي ازاي، قسمهم لي. شايف قسمهم ازاي؟ ونزل لي هنا بانل بس من غير ما تدوس على اي حاجه خالص. بانل بيقول لك عايز النمبر اوف كاتس قد ايه، تقدر انت تزود زي ما انت عايز بالشكل ده كده. فانت قطعته خلاص. انا ممكن يعني اكتفي بالشكل ده، اوكي، وادوس اي حته عشان الغي. طيب دلوقتي كده انت معاك اكتر من حاجه. خليني مثلا امسك الاثنين دول، وادوس على حرف الجي، بعد كده ادوس على حرف الواي عشان اربطهم على ده، وابدا احرك. بص انا لما بحرك كده، بص بقى ايه، بقى اوبجكت جديد. تمام، مثلا بالشكل ده كده. حلو، حلو جدا الكلام ده. طب انا بقى يعني عايز اسحبهم لبره، بس في نفس الوقت ايه، يعني يبقوا عاملين كده كده، فاهم؟ يعني دي نازله ودول عاملين كده. اعمل الكلام ده ازاي؟ هنا بقى عندي اداه جديده اسمها اكسترود. اكسترود ديت بتعمل ايه؟ بتطلع السيرفس من مكانه، بتكرييت ايدج جديده بفيس جديده. تمام. الاكسترود يختصرها حرف الاي، وبتبدا تتحرك بالشكل ده. بص كده، اوكي كده انا عملت اكسترود على الفيس، صح؟ طيب هل انا ممكن اعمل اكسترود على الايدج؟ عادي جدا. خليني مثلا اروح على الايدج بالشكل ده، واقول له اكسترود، وابدا احرك الاكسترود. ممكن مثلا اربطها على حرف الواي بالشكل ده كده، ممكن اربطها على حرف الاكس، بص كده، طبعا انت مش شايف. ممكن اربطها على حرف الزي، وهكذا. الاكسترود بتاعك بيطلع، فاهم، بشكل يعني في اتجاه معين. ممكن ادوس شيفت زي، يبقى انا كده بتحرك على محور ايه، الواي، بس ما يروحش مني يمين وشمال، لا ممكن يطلع مثلا بالشكل ده كده. خليها لي هنا كده. تمام، عادي جدا. او ممكن تعمل ايه، ممكن تقول له اكسترود وطلعها في اي حته عادي. بعد كده امسك بقى، انت امسكها يعني حرف الجي، يعني امسك الاثنين دول كده جي، حركهم زي ما انت عايز عادي جدا. بس طبعا هتبقى خلاص اتحركت معاك في مكان غلط. بص كده، اتحركت معاك في مكان غلط، ودي مش احسن حاجه تعملها، فمش صح. فانت لما تيجي تشتغل صح. انا دلوقتي بعمل اكسترود، بدوس على حرف الاي، بطلع. انا عايزها مثلا ايه، ما تروحش لا يمين ولا شمال. حلو، هقوم جاي قافل انهي محور، قافل محور الاكس، شيفت اكس، تبقى شغاله على المحورين دول، ما تروحش يمين وما تروحش شمال. شايف؟ تنزل تحت بس وتطلع لفوق كده. لما اطلع من على التوب بالشكل ده، اطلع من على التوب بالشكل ده كده، الاقيها تمام. حلو. الحركه، بالنسبه للحركه اللي انا عملتها دي كده انا دخلت جوه الكاميرا، اوكي، يعني هنتكلم فيها بعدين. دوست غلط يعني. اوكي. طيب دي كمان تنفع تبقى على الايدج. طب تنفع تبقى على البوينت؟ والله تنفع، تنفع جدا. يعني هات لي كده البوينت دي، اكسترود واعملها لي كده. البوينت دي اكسترود واعملها لي كده بالشكل ده. انا عملت الاثنين دول. هتقولي ممكن استفاد منها بايه؟ هقول لك امسك الاثنين دول مع بعض. بص بقى التركايه دي، لو دوست حرف الاف هيقفل لي الاثنين دول، يعمل فل. الاف ده اختصار حرف الايه، اختصار ايه، فل. كده انا قفلت الاثنين بسيجمنت، قفلت الاثنين بسيجمنت. ولو مسكت دول كده بالشيفت ودوست اف، هيعمل لي دي، هيحط لي هنا فيس، هيحط لي هنا كمان بوليجون. يبقى كده هيقفلهم. يبقى مش شرط ان انا اعمل اكسترود عن طريق الايدج، لا ده انا ممكن اعمل اكسترود عن طريق البوينت واربطهم ببعض واقفل، اعمل مربع كده واقفله، اعمل مثلث واقفله، وهكذا. اوكي، دي تفرق جدا معاك. الاكسترود ده هيكون مهم جدا بالنسبه لك. حاول ان انت تتعود عليه لانه مفيد جدا. تمام. النهارده هناخد اداه تانية كده معانا برضو، اداه البيفل.
يعني انا ما كنتش عايز اخدها، ما كنتش عايز ازود عليكم، ولكن هي اداه بسيطه جدا. ولنفترض مثلا ان ده كده انا حاسس ان هو يعني حاد قوي، تمام، وانا عايز انعمه، ومثلا خليني مثلا في ايدج واحده. البيفل اختصاره كنترول بي، اوكي، وبتبدا تنعم بالشكل ده. ولكن انا بس عايز قبل ما نشتغل فيه انا عايز اوريك شكله. هو ده البيفل، دي التول بتاعت البيفل، ممكن تدوس عليها، بس لما بتدوس عليها بقى بيدي لك النقطه دي، فانت بتبدا تعمل ايه؟ تبدا تحركها بالشكل ده، بتزود. طيب انا زودت كده، بعد ما بتزود بيظهر لك القائمه دي، بيقول لك هنا عايز السيجمنت اللي هتطلع هنا كام واحده. كل ما هتزود كل ما ده هيبقى ناعم. هي بص هنا واخده ايه، يعني كانها مقطوعه كده. لا بص لما هزود، بص لما هزود بقت انعم. اوكي، طب تعالى كده نشوف دي، تعالى نشوف الاثنين دول، تعالى نعمل لها بيفل، تعالى نزود تاني. اوكي، تعالى مثلا طبعا مش هينفع نعمل في دي بيفل عشان دي هتعمل لنا مشاكل. اوكي، تعالى مثلا خليني امسك الايدج دي مع الايدج دي، اوكي، واقول له هنا بيفل، زود لي دي كده، هات لي دي مع دي، واعمل لي بيفل. شايف انا بعمل ايه بالشكل ده كده؟ طيب زي ما انت شايف كده، طبعا انا كنت بعمل يعني اي حاجه عادي جدا، ولكن بعد ما انا ما خلصت الحاجات اللي فوق اللي انا عملتها دي مش عجباني، يعني انا عايز اشيلها. طب انا اعمل ازاي؟ اعمل ده ازاي؟ اروح من هنا كده، اخش من على الفيس مود، يمسح لي دول كده، اقول له هنا ديليت. طب ديليت ايه بقى؟ طبعا انت بتدوس على حرف الاكس او ديليت عادي، اكس بيعمل كده. ديليت ايه؟ هنا بيقول لك ديليت فيرتكس ولا ديليت ايدج ولا ديليت فيس. ما انت ممكن تشيل الفيس بس، يعني انا ممكن اشيل الفيس بس، ممكن اشيل ايدج بس. فانا هنا هقول له ايه؟ only edges and faces، تمام، بالشكل ده كده. كده انا شلت كل حاجه. اخش كده على بوينت، الاقي عندي هنا بوينت موجوده، ممكن بقى اشيلها فيرتكس. بس طبعا انت لو دوست على الفيرتكس هيشيل لك كل حاجه. بمعنى خليني اقول له كنترول زد بالشكل ده كده، فاقول له هنا اكس، هقول له فيرتكس بالشكل ده. لما اجي اخش على الفيرتكس ما الاقيش الفيرتكس اللي فوق دي. ليه؟ لان الفيرتكس اتشالت، الفيس معتمد على الفيرتكس. لكن لو شلت الفيس هسيب الفيرتكس، يبقى انا كده هستخدمها. امتى ممكن اعمل حاجه زي كده؟ لو انا مثلا داخل على ده كده، قلت له ديليت، وقلت له هنا only faces and only edges and faces او only faces. لو شلت ده كده ما عنديش فيه مشاكل، ما عنديش فيه مشاكل. ليه؟ لان البوينت ماسكه في الباقي. فهمت الفكره؟ فده اللي انا محتاجه. اوكي، يبقى ده كده اللي انا محتاجه. على حسب انت تمسح ايه، فانت انت بتمسح على حسب الحاجه بتاعتك. فانت مثلا بتمسح كده. انا مثلا ممكن اكون عملت يعني حاجه كده بادي لسياره او حاجه زي كده، عربيه يعني او حاجه زي كده. طبعا هو مش منطقي، بس انا حاولت ان انا اوري لك ان الكيوب بتاعك ممكن تقعد تنحت وتقطع وتشتغل فيه زي ما انت عايز، على حسب بقى التولز اللي موجوده قدامك. طبعا عندك هنا تولز كتير جدا لو انت ركزت فيها. على فكره بالمناسبه، عشان لو انت عايز يعني تجرب مع نفسك، اي تول تحتها السهم ده كده، تعرف انك ضغطه مطوله هتلاقي تول تحت تول ثانيه جواها، ضغطه مطوله تلاقي واحده ثانيه جواها، تمام، ضغطه مطوله هتلاقي واحده ثانيه جواها، فاهم؟ يعني هتلاقي عندك اكتر من حاجه يعني، تمام. يعني عود نفسك على كده. عموما كده انا خلصت درس النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله الدروس اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.